بتدور على مكتب اداري او عياده طبيه ليك، تكون عنوان وتكون ايمج بجد وتفرق معاك في اي كلاينت هيجي لك، بتدور على فرصه استثماريه تكون حقيقيه وتكون مبنيه على ارض الواقع، ركز معايا عشان هكلمك على لقطه مش موجوده في السوق العقاري وهتفرق معاك في قلب التجمع الخامس. مفيش في التجمع حاجه تشوفها قدام عينيك في مشروع بمستوى الجازي على مساحه 26 فدان، 11 مبنى اداري وتجاري. بديك فرصه حقيقيه تستلم اسرع استلام في خلال 6 شهور، بتستلم وبتعاين الوحده بتاعتك وبتقسطها على 3 سنين. لو راجعنا قناه اليوتيوب بتاعتنا هتلاقي ان الشركات اللي احنا حددناها معدل الارباح بتاعها كان كبير جدا. لما بتعامل مع العميل بتاعي انا بشوف ان ده شقه العمر بتاعه. العميل اللي ما بيقبلش اي تهاون في اي حاجه، انا بكون بنفسي انا والتيم بتاعي. ده بيبين ايه للعميل؟ بيبين للعميل قوه والعباءه الماليه للشركه. في عملاء مختلفه، في عملاء قاعدين بره القاهره. ما تبصش على اقل سعر موجود عشان تثبت بيه سعر، لا، بص على افضل قيمه مقابل سعر. اسرار كتير عرفناها من المهندس محمود الحسيني، رئيس مجلس اداره شركه سمارت بروبرتي. وعندي فرصه قويه جدا لمبنى لسه مفتوح مبني على ارض الواقع، تقدر تستلمه في خلال 1.5 سنة وتقسط على 6 سنين. لوكيشن عبقري قريب من شارع التسعين الشمالي وشارع التسعين الجنوبي وقريب من الرحاب، فانت اللوكيشن بتاعك هو على محور محمد نجيب. غرف فندقيه، وعندي كمان مكاتب اداريه هي هتبقى اعلى كواليتي موجوده في الماركت، وده هيفيد حضرتك لو انت عايز تمتلك مكتب وتفتح شركتك جوه مشروع الجازي، ويفرق مع حضرتك لو انت عايز تستثمر في مكان الايجار بتاعه هو هيكون الاعلى ايجار. ما بيقلش ريت الايجار بتاعها عن 1200 ل 1500 جنيه للمتر الواحد، بسعر متر من اول 154,000 جنيه لغايه 180,000 جنيه، وتدفع مقدم 15% وبتقسط على 6 سنين واستلام حضرتك كمان 1.5 سنة. خليني اوري لك بقى كل التفاصيل الخاصه بالمشروع، سواء من الاندر جراوند باركينج، عندنا 4 بيزمنت، لك شكل البلازا، شكل المحلات التجاريه بارتفاع السقف 5 متر 70، وشكل مكتب حضرتك اللي بارتفاع 3 متر 70. شقق فندقيه اوبريتد باي جي دبليو ماريوت، بتسلم متشطبه بالتكييفات، بالفرش الخاص، بالمطبخ، بالاجهزه، وقسط على 2 سنين. تقدر دلوقتي تشوف الوحده بتاعتك على ارض الواقع، تدفع مقدم 50% وتستلمها وتأجرها على 2 سنين. لو انت مهتم يكون عندك وحده جوه مشروع الجازي، تواصل معايا مهندس محمود الحسيني.